أعزائي صباح الفل عليكم. في واحد ظريف جميل لطيف صديقي على تيك توك معرفوش، كتب لي كومنت حلو قوي، وده اللي مخليني بقالي اسبوع تقريبا ما بعملش فيديوهات في ظل كام ماتش كده للاهلي متلخبطين، وفي ظل احداث كتيره بتحصل، ولكني مكتوم بخرا وما بعملش فيديوهات وساكت. الراجل كان قال ايه في الكومنت بتاعه؟ كان قال لي اصل ده موسم ان الناس اللي بتقطع في لعيبه الاهلي، واللي بيقطع في لعيبه الاهلي وفي الاهلي دلوقتي هو ده الترند، وهو ده اللي بيجيب اللايكات وبيجيب الفولوهات ومش عارف ايه. والله ده كان الكومنت على يوتيوب لو انا فاكر صح، يعني يا رب يكون الشخص الجميل اللذيذ صديقي اللي كان كاتب الكومنت ده يا رب يكون موجود في الفيديو ده. فهو صحاني الصراحه، يعني الكومنت ده صحاني، اللي هو ايه ده؟ يالا انت عمال بتقطع في الاهلي، يالا الاهلي يستاهل الكلام ده؟ والله عيب، عيب تقطع في الاهلي وفي لعيبته وفي كولر وفي مجلس الاداره وفي كل الناس اللي بتتكلم وكل الناس اللي بتطلع في التلفزيون والكابتن احمد شوبير وكل الاهلاويه الشطار الجمال اللي بيحبوا الاهلي اكتر من اي حد، اللي بيتكلموا على ان لازم نسبورت ولازم ندعم ولازم 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 بالطريقه اللي هم شايفينها. مش تسبورت وتدعم بالطريقه اللي انت شايفها، لا، انت لازم تدعم بالطريقه اللي هم شايفينها. فالراجل صح جوايا حاجه، اللي هو لا يا عم انا مش هتكلم، يا عم لا يا عم انا ساكت يا عم. لحد ما صديقي العزيز بجد بقى، ده صديقي بجد عبد المقصود، بنتكلم انا وهو على الواتساب، وانا كنت وعدته ان انا اعمل فيديو على اللي هو عايز يتكلم عليه، عشان اللي هو عايز يتكلم عليه تخيلت ان هو الحل لكل العته اللي بيحصل ده. الراجل كان بيتكلم بعموميه جدا وبيتكلم على وضع الكره المصريه، ولكني لو طبقته بشكل اصغر على اللي بيحصل مع الاهلي فهو هو بالظبط. ولكن اوعدك صديقي عبد المقصود ان انا هعمل الفيديو ده قريب ان شاء الله باذن الله. ولكن دلوقتي هو الراجل سالني قال لي: هو انت بتعملش فيديوهات بقالك كتير ليه؟ او انت بتتكلم بطلت، يعني بطلت تعمل فيديوهات؟ بطلت تتكلم؟ انا كنت عايز اقول له والله على الواتساب، كنت عايز اقول له ايوه انا بطلت، مش عايز اتكلم دلوقتي يا عم لحد ما الاهلي يكسب ونرجع نطبل كلنا ونزمر، علشان الوضع ده مزري جدا. ولكن اللي حصل امبارح ومع تصادف الكومنتين الاتنين بيتكلموا عكس بعض دول، قررت اتكلم على الاهلي، على ماتش الاهلي امبارح. وانا مش هتكلم على الماتش، والله الحمد لله رب العالمين، ربنا يخلي يا رب قعده البيت الجميله، ويخلي ب 10 جنيه لب اللي انا كنت باكلهم، ويخلي التلفزيون بتاعي اللي في البيت والكنبه، وان انا كنت ممدد ومش فارق لي عادي جدا اللي بيحصل يحصل ولا وربنا الحمد لله ساعدني وخلاني اتفرج على الماتش في البيت عندي، مش في البلد عند ابويا، عشان كنت عند ابويا في البلد امبارح. لو كنت قعدت اتفرجت انا وهو على الماتش كان زماني دلوقتي يا اما محروم من الميراث، يا اما ابن عاق بتحاكم، او كان في مصيبه كانت هتحصل لو انا كنت قعدت اتفرجت على الماتش امبارح مع ابويا، عشان هفضل اسيب الدين انا وهو طول الماتش، هو يبقى زعلان وانا عمال بتنرفز وهو بيتنرفز وانا متنرفز، كان الموضوع يبقى سيء خالص. فالكلام على الماتش نفسه ايه ده؟ انا ما كانش عندي مشكله الاهلي يتعادل، الاهلي يخسر، الاهلي يكسب، بس كنت اتفرج على كوره، اتفرج على الكوره دي. فحتى لما يكون الاهلي او الفريق المنافس وحش يبقى الفريق الاصلي بقى حلو، يبقى شباب بلوزداد ده فرقه ميح، اقسم بالله انا كنت متخيل ان السته اللي خدوهم في مصر دول غير مبينين وغير ظاهرين وجت صدفه ده ياخدوا 16، ده ياخدوا 6 هنا و6 هنا. ده الاهلي سايب لهم الكوره ونازل بتشكيل غلط، واللعيبه مش عايزه تلعب وقرفانه اصلا، والمشوار كان بعيد عليهم والارض وحشه وما لحقوش يعملوا شوبينج، واللبس الازرق مش عاجبهم ومتلخبطين في الاحمر وكل ده، وانت مش عارف تعمل حاجه، مش عارف تروح عند الجون اصلا. والشناوي بسم الله ما شاء الله سيب لك الجون، سايبه كل طلعاته غلط. سيبك من الجون اللي دخل فيه ده، انا همسح بكرامه عفتك الارض يا كابتن محمد شناوي، اصبر عليا. انا هقلب لكم مش اسلام مهدي بقى، ده انا هقعد اسلام مهدي في البيت. الاصفار اللي بيديها دي كتير، انا مكتوم وانا بطلع في الاخر بعمل ترند علشان خاطر دلوقتي موسم الزيط على الاهلي ده، انا هوريكم، اصبر عليا. ممكن تعمل لايك، اعمل لايك، اعمل لايك لو الكلام عاجبك، يعني اعمل لايك، شكرا. فالفرقه اللي قدامك ميح ارض، فمش عارفه تعمل حاجه، انت عمال يا جدعان اكسبوا، ما تكسبوا بقى انتوا. انا اديتكم 6 في القاهره، هات جون الاول بس شمللني كده، خلينا غير كريم الدبيس ولا اي حاجه، مفيش. الفرقه ما جاتش، الماتش كان زي الطين. فانا هتكلم على الماتش، تعالى كده ناخد قشور الموضوع، مش هنتكلم على الماتش نفسه طبعا، احنا ناخد قشور كده من بعيد، علشان كل اللي حصل في الماتش معفن. ممكن تعمل لايك، اعمل لايك، اعمل لايك لو الكلام عاجبك، يعني اعمل لايك، شكرا. تعالى بقى نفتكرهم كده بسرعه كل الحاجات. اولا الفرديه الزياده، طيب الفرديه الزياده دي باوامر من المدرب اعتقد، او بتنفيذ للمدرب
تقريبا. طب الفرديه الزياده بتعمل ايه؟ بتخلي شكل الفرقه زي النيله، بتبقى انت معتمد على جوده او اداء واحد او اتنين من اللعيبه، امام عاشور، حسين الشحات، اسامه ابو علي، مش عارف مين، واحد فيهم هيفضل يتنطط كده ويتشقلب بفرديه زياده، فهيعمل فرق، فهكسب، فهجيب جون، فهفتح الماتش، فالدنيا هتمشي. فده بيخلي بقيه اللعيبه اللي مش مستواها زي النيله، انت مستني اداء كويس من واحد او من اتنين في الفرقه، فهم دول اللي هيخلوا شكل الفرقه حلو. فالواحد او اتنين دول ادائهم كان ظابطين، بيبقى المنظر زي ما انت شايف كده امبارح. خلي واحده من التشطيطات، انا الاهلي ما راحش عند الجون ولا مره، بس خلي واحده من اي الحركات اللي حصلت دي، راحت واحده بامام عاشور وواحده بحسين الشحات وشاط خبطت في اربعه ودخل الجون عادي جدا. كنت هتلاقي كريم الدبيس كسبنا وينج جديد زي كريم فؤاد كده، زي هتلاقي يحيى عطيه الله بسم الله ما شاء الله بقى اداؤه متغير، كنت هتلاقي امام عاشور نجم النجوم، كنت هتلاقي حسين الشحات بيعمل بالفلوس، اصل النجم نجم، واصلا لو كانت واحده شاط كده مش. فانت معتمد على كده، انت مش مدي للعيبه يا كابتن كولر، هنتكلم برضه اصبروا يا لهوي، ده فيديو ب 40 دقيقه. فانت مش مدي للعيبه اي خطط يا كابتن كولر تخلي شكلهم حلو في الملعب، حتى لو واحد او اتنين منهم واقعين، انت محيهم، اعملوا اللي انتوا عايزينه، اللي عايز شوت شوت، اللي عايز يروح يروح، اللي عايز، انا عايز اقفل على الراجل وينج اليمين، فنازل كريم الدبيس وينج شمال، وينج يمين، فانا عشان اقفل على الراجل اللي هناك، فكريم الدبيس يدافع مع خالد عبد الفتاح. اقسم بالله العظيم في وقت من الاوقات انا مش عارف مين اللي على عدلته، انا مش عارف مين اللي على عدلته، يعني خالد عبد الفتاح باك يمين ايمن، وكريم الدبيس قدامه وينج شمال، وينج يمين اشول، فلما بيرجعوا يدافعوا الاثنين تحس انهم بيتكلموا بعض، تحس ان في مخرج موقفهم الاثنين كده على 45 عشان يحط كاميرا واحده وياخد حوارهم، واحد رجله في الملعب وواحد رجله بره الملعب، ولا رجله في الملعب عارف يعمل يطلعها، ولا رجله بره الملعب بترقص من طوب الارض. فادي اول حاجه يا كابتن كولر. بالمناسبه الاهلي محتاج صفقات، الاهلي محتاج صفقات، الاهلي هيجيب 24 صفقه، يا متخلفين يا بقر يا اللي بتفكروا بحتت غير جسمكم غير مخكم، يا الاهلي هيجيب 11 صفقه، الاهلي هيجيب 24 صفقه يلعبوا يعني، اصل الاهلي محتاج صفقات عشان كل الفرقه وحش، هات من اول محمد الشناوي لحد اسامه ابو علي، استبعد اسامه ابو علي الباقي عايز يضرب بالجزمه، فهعمل ايه؟ اجيب 11 واحد؟ لا الاهلي مش محتاج صفقات عشان يكسب الاتحاد السكندري، ومش محتاج صفقات عشان يكسب انبي، ومش محتاج صفقات عشان يتعادل مع شباب بلوزداد في الملعب المعفن اللي كنا بنلعب فيه امبارح، لا طبعا مش محتاج صفقات. ولما اجيب واحد او اتنين برؤيه مختلفه بتطور مختلف، ما بلعبش عمر السعي، وما بلعبش يوسف ايمن اللي انا جايبه مش مدي فرصه مش، وانا اللي مشيت ارسطو اللي كان بيلعب وينج ليفت ده كان اسمه ايه مش فاكر، انا اللي مشيته، وانا اللي مشيت ديانج، ما اعمل ايه؟ صفقات مين اللي انا اجيبها؟ هجيب مين؟ هجيب كام واحد؟ وهجيب صفقات كلهم افارقه، امشي كل الافارقه اللي عندي، واجيب صفقات كلهم افارقه، اجيبهم منين؟ شو اجي اديلهم دولارات منين؟ ما بعرفش اجيب واحد زي مزيان بياخد 400 جنيه، ما اعرفش اجيب واحد زي الادريسي بياخد 500 جنيه، ما بعرفش اجيبهم، بروح اجيب بيرسي تاو يديني موسى، بروح اجيب واحد يديني موسى، والحلو اللي كنت ممكن يكمل كولوبالي سابني ومشي اصلا، حاجه تمرض. فلا، نغمه الصفقات، نغمه الاهلي محتاج صفقات، ومفيش حاجه هتتظبط في الفرقه غير لما يجيب صفقات، لا دي نغمه مرفوضه، مرفوضه، مش ده 11 لاعب اساسي في النادي الاهلي، انسوا. ولما اجيب واحد او اتنين هجيب واحد زي هجيب يا عم وينج ليفت، وهجيب وينج رايت، وهجيب واحد في 8 في نص الملعب، هم دول اللي هيشمللوا الفرقه. انت بتتكلم صح؟ انت واعي؟ ولا انا محتاج ال 11 نيله اللي في الملعب يقفوا على رجلهم الاول عشان لما احط عليهم واحد ولا اتنين يبقى شكل حلو؟ بس اقول واعيد تاني، هي بنت الوسخه افريقيا دي السبب، اقسم بالله فرق وسخه، فرق جربانه كلها، كل الفرق جربانه، مع كامل احترامي وتقديري وبشبكوا على راسي للساده الجزائريين مشجعي شباب بلوزداد ومشجعي كل فرق افريقيا، والساده مشجعي ميموليدي سان داونز، والساده مشجعي مازيمبي، وكل الغنيين مشجعي بيترو واتلتيكو. حاجه تاني الموبايل كان هيقعوا. مع كامل احترامي وتقديري لكم كلكم، انتوا مش عارفين تكسبوا الاهلي وهو عامل كده، مش عارفين تاخدوا البطوله من الاهلي وهو عامل كده، الاهلي السنه اللي فاتت كان شبه كده بس لعيبه واقفه على رجلها وخد البطوله واداكوا على قفاكوا يا بقر. فانت ما تجيش تهري معايا، انا مش عارف اخد ودي مع اللعيبه، انا بيخسروا شباب بلوزداد بكره، هيروحوا كاسبين الماتشين الجايين ويوصلوا اول او يطلعوا تاني، فانا ما اقدرش اتكلم ليه عشان كل البطولات اللي خدناها قبل كده كنتوا واصلين تاني عادي. شدوا حيلكم شويه على الاهلي، تكسبوه بره وجوه عشان تعرفوا اللعيبه دول ان هم بقر، ولكنها قاره ما يعلم بها الا ربنا، ما فيهاش واحد بنفيكا كده ياخد البطوله، ولا واحد بورتو، ولا واحد ليستر سيتي، كانت كل قرف. ممكن تعمل لايك، اعمل لايك، اعمل لايك لو الكلام عاجبك يعني، اعمل لايك، شكرا.
بيتزامن بقى كل الكلام ده مع كلام عبد القادر وكلام رضا سليم، كلام رضا سليم مع الكابتن احمد شوبير، وانا تحت امر النادي والجمهور وعلى راسي، وكلام سكر. الواد رضا مؤدب ادب والله العظيم، كامل احترام وتقديري برضو لكل المغاربه احبائي في كل حته في العالم. انا بحب المغرب جدا، انا بحب كل شمال افريقيا قلبي يعني، وجنوب افريقيا والله انا بحب كل الناس، ده انا يعني قلبي علق anyway. ولكن اللي بيغلب بياخد على دماغ اللي خلفوه كده كده. الواد رضا سليم قال كلام محترم جدا، وقال كلام من جوه اوضه اللبس بس احنا ما بنفهمش، وقال كلام على علاقه اللاعب بالجمهور بس احنا ما بنركزش، وقال كلام على الخرا اللي بيعمله رامي ربيعه بس احنا بس ما قالش اسامي، فاحنا هطل. هقول لكم دلوقتي على الموضوع ده في الاخر، مش على كلام رضا سليم، على اللي كان يقصده رضا سليم بكلامه، بس احنا ما بناخدش بالنا من الكلام ده. احنا عايزين واحد هوب اح شطه وامام والكلام ده، احنا ما بنعرفش نفكر، ما بنعرفش نسمع من الناس المحترمه. او بنزيد على كابتن حمشور، يقول له يا انت كبرت في قلب الاهلاويه لدرجه انك خرجت من القلب دخلت على الامعاء. ايه يابا في ايه يابا الراجل بيقول كلام عقل، وانا لو قاعد 5 شهور ما النادي يشيلني من القايمه، بس بيقول باحترام. هقول لكم دلوقتي، ويتزامن مع كلام عبد القادر على كولر اللي احنا انا كنت مسمع ان عبد القادر ده اللي بيرضع من كولر، يعني ابنه الرضيع. وعندي صور وعندي فيديوهات بالمناسبه جابت سيره كل الموضوع ده. فعبد القادر طالع دلوقتي يقول كولر مدرب مش عارف ايه، اصل موسيماني كان احسن من موسيماني قال لي انت هتلعب 5% بس كولر دلوقتي، بس كولر ما قاليش كده، وكولر قاعد. انت شايف يا عبد القادر ان كولر بقى وحش؟ بغض النظر يعني، انت شايف ان معامله كولر معاك وحشه؟ ان كانت الحاجه الوحيده الوحشه في تاريخ كولر مع الاهلي ان هو كان بيلعبك؟ ان احنا قعدنا احنا عملنا ميمز على انك تبدا بعبد القادر، ميمز مع عبعاطي، محمد عبعاطي مع كامل احترامي 1500 فيديو انت بتبدا بعبد القادر، دي لعنه. وهو كان بيبدا بيك وكان بيلعبك وكان بيديك ماتشات وكنت زي النيله وكنت بتجيب جون كل 6 ماتشات وما كانش بيتكلم، وكان دلوقتي بقى هو اللي كان وحش، اصل فضل عليا ما اعرفش مين وفضل. اداك 600 فرصه وانت ما عرفتش تستغلهم يا عبد القادر. انت عارف ان انا بحبك، وانا قلت كده قبل كده، وبحب كورتك وبحب مهارتك، بحب لا مؤاخذه علويتك ومرقعتك. انا بحب اللعيبه اللي عامله كده، اللي ايه مش محترفه قوي دي، بحبها انا جدا. ولكن انت دلوقتي انا شايف ان كولر كان قاسي عليك في وقت ان احنا كلنا كنا شايفين كولر بيدلعك وبيهننك وبيمرقعك وبيزيدك مرقعه علينا. طيب انت شايف ان مستواك دلوقتي مع فريق عبد الحميد حسن القطري ولا اللي انت بتلعب فيه ايا كان هو ايه، انت شايف ان مستواك دلوقتي هناك يؤهلك ان انت تلعب، ان انت ترجع الاهلي؟ يعني انت احسن مما انت رحت. طبعا لو قارناك بكل ونجات الاهلي فكله زي الخرزه بعضه عادي يعني، ولكن انت شايف ان انت احسن مما رحت يا عبد القادر، فتستحق ترجع تاني تاخد مكان اساسي وما تنزلش اختبارات وما تبقاش لاعب بديل هل انت شايف كده؟ لو انت شايف كده يا عم بيس، يا عم زي الفل، يا عم احنا ما بنتفرجش على الدوري القطري اصلا، تعالى نورنا. يا عم احنا نروح نجيب يوسف ايمن بنديله 700 مليون 700 الف دولار في الشهر في السنه، 700 الف دولار في السنه عشان يوسف ايمن، عشان يطلع يعمل بودكاست يقول انا احسن وقت عشته في الاهلي. نادي محترم اداني فرصه ان انا انزل اتمرن في التتش، واداني فرصه ان انا انزل بديل في ماتش في افريقيا عشان احط الكره في نفسي، بس الحمد لله ما دخلتش. واداني 700 الف دولار وانا عايش في مصر بصرف 1000 دولار في الشهر، اداني 700 الف دولار في السنه مع اني ما لعبتش، واداني كل مستحقاتي ورجعني. هو بس احنا عايزين يوسف ايمن جايبينه عشان هو اصلا راجل واجهه كده، جايبينه يطلع في بودكاست بعد ما يعتزل ولا بعد شهرين 3 يجمل في الاهلي ويحل فيه. ده 700 الف دولار ماركتنج، طالعين من بادجت الماركتنج اصلا. ممكن تعمل لايك، اعمل لايك لو الكلام عاجبك يعني، اعمل لايك، شكرا. طب استكمالا لكلام عبد المقصود، هو ده كله ليه؟ ده كل اللي بيحصل ده ليه؟ قبل ما نتكلم على اللعيبه ونقطع فيهم ونجيب سيره اهاليهم واحد ورا التاني، اقول لك ده اللي كله اللي بيحصل ليه؟ عشان دول كباتن الفرقه، عشان محمد الشناوي ورامي ربيعه وعمرو السوليه، دول 3 كباتن الفرقه اقسم بالله العظيم. وانا ممكن اقول لك على كل واحد فيهم حاجه ما يخليهوش يبقى رائد الفصل مش كابتن الفرقه. عارف رائد الفصل اللي المس بتختاره عشان يقف يكتب اسامي المشاغبين؟ ال3 ما يستحقوش يبقوا كده. محمد الشناوي اللي مش عايز يقعد لمصطفى شوبير ومقوم النادي كله عليه، ومحمد رمضان وقبليه خالد بيبو وقبليه مش عارف مين عشان مش هقعد لشوبير. الماتش اللي يلعب فيه انا ظهري بيوجعني وقاعد في البيت، وانتوا راضيين بالكلام ده، وانتوا بتضحكوا على الجمهور وبتدوا للناس فلوس علشان تقول لا ان الكلام ده ما بيحصلش. وعلاقه شوبير والشناوي علاقه مثاليه، وعلاقه اب لابنه، وعلاقه الناقه اللي تاهت في الجمل مع واحد. ايه ده؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على مين ان كل ماتش لعب شوبير ما كانش الشناوي قاعد حتى لو كان سليم؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ ده كابتن فرقه؟ ده بيرسخ مبدأ؟
يا كابتن سيد عبد الحفيظ اطلع عرس بقى عند ابراهيم فايق وقول ان الاهلي من اللي بيحصل فيه ما بيحصلش في الاولين ولا الاخرين، ان خطه الاهلي في السيطره على الكره العالميه هي احسن من خطه صلاح الدين في دخول اورشليم. قول بقى واطلع اهري يا كابتن سيد وقرفنا في عيشتنا. انما تتكلم على حاجه واضحه رؤيه العين وانتوا بتكدبوا نفسكم زي ما اللي بيشرب سجاير من ورا ابنه مش ورا ابوه. يعني هو بيشرب سجاير من ورا ابنه. هطل، احنا هطل مش مديكوا على دماغكم وبيقول لكم كلكم انا مش هقعد لمصطفى شوبير، انا كل مره مصطفى شوبير هيلعب انا ظهري بيوجعني وقاعد في البيت او في الجم في الاستاد. ده كابتن فرقه بيرسخ مبدا في النادي الاهلي، نادي المبادئ. يا كابتن محمد شوبير يا كابتن مليون جنيه محمد رمضان نمبر 1. الكابتن الفرقه الثاني وده اللي قاله في التلفزيون، فتخيل اللي بيقولوا في اوضه اللبس ايه؟ رامي ربيعه اللي قال بمنتهى البجاحه عشان كسب العين الاماراتي، بمنتهى البجاحه قال كده: انا لاعب كوره في النادي الاهلي واللي ما بيشجعنيش ما يشجعنيش، واللي مش عاجبه انا ما يشجعنيش، والجمهور ما يفرقش كتير، انا ادائي في الملعب، وانا لو كنت سمعت كلام الجمهور كان زماني قاعد في البيت، وانا الحديد التانى. ده طلع قال كده في التلفزيون، فشوفوا في اوضه اللبس بيقول ايه. ده بيقول انا لا فارق لي جمهور ولا فارق لي نيله، انا بقبض اخر الشهر واخر السنه وباخد بطولات وبفرحكم، ولما ابقى وحش وابقى زي الطينه حط الجزمه في بقك وروح افتح دولاب البطولات بتاع النادي الاهلي، او اتفرج على اغنيه او اسمع اغنيه امير عيد، او اتفرج على وسام سالم وهتلاقي الدنيا مانجا. صح؟ او اتخانق مع الزمالك على نادي القرن سنه ما خرج الدبانه. ممكن تعمل لايك، اعمل لايك لو الكلام عاجبك، يعني اعمل لايك، شكرا. او تعالى اتكلم بقى على مشاكل فعلا حاصله في الفرقه، واداء مخزي من الساده الافاضل كباتن الفرقه الثلاثه، محمد الشناوي اللي مش عايز يقعد لمصطفى شوبير، ورامي ربيعه اللي لا فرق معاه جمهور ولا فرق معاه نيله، وانا لو كنت سمعت كلام الجمهور كنت مشيت من زمان. تعالى اتكلم بقى على الحاجات دي. لا انا هتكلم على النادي الاهلي كان يستحق نادي القرن ونادي الزمالك ابن كلب واللي ده واحنا وكاله الاهرام للاعلان وين نقعد نتكلم في الخرا ده. ولما حد يقول الحقوا 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 عم محمد عراقي بيجيب الاخبار من جوه اللبس يقول لك لا الاهلي مكتب، عم حارس مشي كان بيدي سجاير لكابتن محمد بركات، الحاجات اللي الناس بتقعد تقولها دي. الحقوا يا جماعه احمد عباسط بيعرف اخبار من اوضه نوم كابتن كهربا. الحقوا يا جماعه الشناوي مش عايز يقعد لشوبير علشان مع انه بيحبه وشايفه زي ابنه، وشوبير بيطلع يتكلم حلو عن الشناوي والشناوي بيطلع يتكلم حلو على شوبير، بس هو مش عايز يقعد له دكه. ده حتى لو انت بتحبه كده اديله يا سيدي من باب الفخر، انت فاندر سار وقعدت دكه في تاريخك للراجل المحترم الصغير حارس مرمى النادي الاهلي القادم كابتن مصطفى شوبير. خليها في تاريخك تبقى حلوه يعني قبل ما تعتزل كده، قبل ما تمشي ولا قبل ما تروح نيوم السعودي. والكابتن عمرو السوليه الثالث، هل احنا عمرو السوليه شفنا منه حاجه وحشه؟ لا ولا حلوه. شفناش منه حاجه وحشه والله العظيم ولا حلوه. راجل مؤدب مهذب من 2018 و 2019 بيلعب المواسم متلاحمه، عمل البتاع اللي من ورا الرجل دي في ماتش الزمالك علشان خاطر الواد محمد شريف يحطها جون، ادى للفرقه كل ما يقدر يديه. بس انا ما بحبش موضوع شيكابالا ده، بس انا مش جاي عليا موضوع شيكابالا ده، موضوع ان كباتن الفرقه والناس الكبيره تلعب علشان خاطر هم المفروض يلعبوا. انا عاجبني اداء عبد الله السعيد، انا احب روح عبد الله السعيد، اقسم بالله انا بتكسف اقول عبد الله السعيد عنده 40 سنه. انا كل مره بتكلم على عبد الله السعيد بقول 36 37 38، مره اقول كده ومره اقول كده وبعدين اكتشف ان هو عنده 40 سنه. عبد الله السعيد في الملعب عيل عنده 18 سنه، ده انا احب كده، ساعتها تبقى انت كابتن الفرقه وكابتن الشارع بتاعنا. انما انت بقى عشان انت اديت للنادي فتلعب 8 في ماتش شباب بلوزداد شبح عبد الله عمرو السوليه امبارح، اقسم بالله ما شفته، لا بيستلم ولا بيضغط ولا بيقطع ولا بيطلع كوره ولا بيرجع ولا بياخد هجمه لقدام ولا بيطلع باصه ولا بيلعب الريبوتا ولا بيعمل اي حاجه. بس هو كابتن الفرقه ورقم 8 اللي عندي وانا شاري عليه عمر الساعي ب 50 مليون، بس مقعده علشان انا كنت اصلا بتبرع بال 50 مليون دول للاسماعيلي عشان انا بسمع كلام محمد شيحه، وعشان ما حدش في الاهلي يقدر يطلع يتكلم، وجايب الراجل بلعبه وبقعده وان كان عاجب اللي خلفوكوا. سلام عليكم. ادي 3 كباتن الفرقه، حضرتك مستني ايه بقى من باقي الفرقه؟ مستني ايه من خالد عبد الفتاح؟ مستني ايه من كريم الدبيس؟ مستني ايه منهم؟ اذا كان دول كباتن الفرقه مالكش دعوه بالجمهور، انا ما بقعدش لاي حد، انا راجل خبره، اصبروا بس كده، انا همسك قطاع ناشئين مع الكابتن وليد سليمان بعد ما اعتزل ب3 اسابيع.
مش قادر والله العظيم، مش قادر، مش قادر، هعيط. ممكن تعمل لايك، اعمل لايك، اعمل لايك لو الكلام عاجبك يعني، اعمل لايك، شكرا. الحاجه الثانيه اللي بان اللي بيقودها المتخلفين عقليا اللي بيتكلموا في الموضوع ده دلوقتي، اللي هي كولر قاصد. كولر قاصد يفضح الفرقه علشان خاطر يعرف الاداره ان الفرقه فاضيه، وان انتوا ولاد 60 في 70 ومش انتوا مجانين يا جدعان، انتوا هطل، انتوا ما تربيتوش، انتوا ما دخلتوش مدارس. كولر ايه اللي قاصد ابوظ تاريخي، وقاصد ابوظ اللي انا عملته، وقاصد اخسر افريقيا وامشي وما العبش كاس عالم انديه، او اروح كاس عالم انديه زي النيله عشان خاطر اثبت للناس ان الفرقه وحشه. مش في مركز يعني، مش انا مثلا ما عنديش رقم 8 فبقعد ابدل على رقم 8 كل الثمانيات بتوع الفرقه وكلهم بيطلعوا وحشين، فاقول للاداره انا ما عنديش رقم 8. انما انا ابوظ الفرقه كلها عشان خاطر اثبت لمين ايه؟ انتوا مجانين. طول ما الراجل عايز 6 شهور الشرط الجزائي، طول الراجل مش عايز يلعب كاس عالم انديه دلوقتي، طول الراجل بيضغط عليهم عشان الصفقات، هيعملوا لك ايه؟ في حاجات تانية في الملعب ملهاش علاقة بالصفقات، في تشكيل ملوش علاقة بالصفقات يا كابتن كولر، في مليون حاجة ملهاش علاقة بالصفقات. فهل الراجل ده بيعمل كده عشان قاصد؟ لا، ده يبقى متخاذل وندل. الاتنين، متخاذل وندل، اللي هو عبيط وهبل او حرامي عبيط. ايه ده؟ اعمل كده ليه وابوظ الفرقه ومش عارف ايه، واخسر واتنيل واعمل اداء زي النيله، وادي اللعيبه حريه يعملوا اللي هم عايزينه، انسى الناس. كولر السنه الاولى اللي كان بيعمل 3 و4 في الملعب مرعبه، نسانا فايلر وجد فايلر وموسيماني وخال موسيماني بالمره. اصل عايزين نرجع فايلر. يابا، عارف لما بيبقى الواحد متجوز واحده حلوه، الواحد متجوز واحده حلوه قوي قمر يعني واحده كده، مش عايز اقول اسماء يعني، بس وبعدين هي بنت كلب ما تربتش بقى، وبتخنصر من فلوس البيت، وبتخرج من غير ما تقول له، وبتسهر بره، مؤدبه ومحترمه، بس ما تربتش يعني، ايه، تربيتها مخلوله كده، ما بتعملش حاجه غلط بس بتعمل كل الحاجات اللي حوالين الغلط. فانت رحت زهقت منها ومن اللي خلفوها فطلقتها، فهي طلعت بعد ما طلقتها قالت ده كانت عيشه وسخه، ده راجل ما يعلم بالله ربنا، ده عايز نقعد افضل قاعده له في البيت، لا انا بتاعت خروج وبتاعت سهر، نقعد مع بعض ونتكلم وبتاع، ولكن انا بتاعت خروج وبتاعت سهر. فانت افتكرت ايامها الحلوه عشان هي حلوه، فافتكرت الساعه ولا اتنين اللي كنت قاعد معاهم، قاعد معاها لوحدكم، وبتنسى بقى الخروجات والسهر ما بتعملش اكل وما بتنضفش البيت، بتنسى الكلام ده كله عشان في وقت الفرقه انت بتفتكر بس اللحظات الحلوه، ما بتفتكرش اليوم كله كان شكله عامل ازاي. فترجع تروح عشان تردها تاني، فلما تردها تاني وترجع لك تعمل نفس اللي كانت بتعمله، فانت تتبسط بالنص ساعه اللي بتقعدهم معاها، وفي الاخر تديك على دماغك وبتعمل ايه عايزه برضه. فانت قد ايه راجل مهزأ. شفت القصه اللي انا حكيتها لك دي كلها عشان تعرفك انت قد ايه راجل مهزأ. راح تجيب فايلر، ليه؟ اصل تجربته ما كملتش. عارف ما كملتش ليه؟ عشان لا طايقك ولا طايق افريقيا، وفكك من الكورونا ومراته والكلام الفارغ ده. لا طايقك ولا طايق افريقيا، ولا طايق المداخل اللي انت بتلعب فيها، ولا طايق الفرقه اللي عايز لعيبه وما بيعرفوش يباصوا اصلا، وانت راح تجيب لعيبه من الدوري ما بيعرفوش يباصوا برضه، بس بيعرفوا يتمركزوا احسن من اللي عندي فبعدهم. ولما بجيب افارقه على قد ايدي، فزي القهر وزي الحزن. وهو الراجل بيبقى جاي حاطط في دماغه ان هو جاي الخليج، ما هو بياخد عنده 45,000 دولار، انت بتديله 200. فانت في الخليج يا بيه، انت في الخليج. انا بقى عايز اجيب بادجي، ايه ده بادجي ما اشتغلش مشيه. عايز اجيب اليو سي سي، ايه ده ما اشتغلش برده مشيه، مش مشكله. هلعب لك ماتش حلو وماتشين حلو، وبعدين بقى تخش النفسيات والعيال اللي في اللي في اوضه اللبس، والكابتن رامي ربيعه اصل الجمهور مش عارف ايه. فانت عايز تجيب فايلر عشان هو ست حلوه كان عينك منها، ولما قعدت معاه يومين 3 حلوين عجبوك واتبسطت، بس انت ما شفتش التجربه الكامله عشان هي اصلا ما كملتش. وما كملتش ليه؟ عشان هي الست الحلوه ما كانتش طايقاك وما كانتش طايقه اهلك، بس انت عايز ترجعها تاني عشان هي ست حلوه. لا يا حبيبي، دي تجربه فايلر تجربه فاشله من قبل ما تظهر. روح شوف الفرقه شكلها عامل ازاي، روح شوف الفرقه مهلهله ازاي، روح شوف مجلس الاداره بيعمل ايه، روح شوف يوسف ايمن ايه اللي جابه، روح شوف عمر الساعي ايه اللي جابه، شوف كريم الدبيس بيعمل ايه، شوف وبعدين مشي كولر. وتاني قولا واحدا، كولر مش هيمشي، هيلعب كاس عالم انديه. ما تقرفوناش، ما تبقوش عاملين زي الزملكاويه متخلفين. دوروا على حاجات تانية فكروا فيها، دوروا على اسباب حقيقيه، فكك بقى من درجه الحراره والسفر، ودوروا على الاسباب الحقيقيه عشان نعرف نعالج المشاكل. انما هنخترع مشاكل من دماغنا ليها علاقه بقى بان اصل كولر عايز يبوظ الفرقه، اصل كولر ما بقاش قادر خلاص يكمل، احنا عايزين نمشي كولر ونجيب فايلر، اصل احنا كده نجيب مدرب مع علي ماهر كابتن احمد شوبير، اصل نجيب علي ماهر. اصل ما فيش الكلام ده، الراجل قاعد معانا لابسنا لحد كاس عالم انديه. ممكن نحترم نفسنا ونفكر في اسباب حقيقيه تخلينا، او نفكر في حلول حقيقيه تخلينا نقدر نكمل مع الراجل ده عشتنا السوداء لحد ما نتطلق. طيب تعالوا بسرعه بقى نتكلم على اللعيبه اللي لعبوا امبارح. يعني احنا دلوقتي مع 20 دقيقه مثلا، نتكلم مثلا في 40 دقيقه كمان على اللعيبه اللي لعبوا امبارح. ممكن تعمل لايك،
اعمل لايك، اعمل لايك لو الكلام عاجبك يعني، اعمل لايك. شكرا. محمد الشناوي انا قلت اللي عليه كل اللي قلته، ومحمد الشناوي طول ما هو شايف ان هو الراجل على الفرقه هيفضل مستواه كده، وهو مش فارقه معاه مستواه عامل ازاي، هو كده كده حتى لما بيبقى مستواه وحش وانت عايز تلعب مصطفى شوبير عشان هو مستواه وحش ما بيقعدش دك، عشان هو شبح وعشان هو راجل علينا حاجه تاني، وعشان بيعمل مداخلات مع الكابتن سيف زاهر يقول له كلمتين اصلا انا ما كنتش اقصد، تسيبيني يا فريده. اوكي. الجون منه ايوه الجون منه غلطته غلطته. غلطه خالد عبد الفتاح ان ساب الواد يعدي منه يعمل اوفر، واحد. غلطه اشرف داري ان ما لحقش يغطي، اتنين. غلطه احمد نبيل كوكا اللي كان حاطط ايده ورا ظهره، تلاته. كل دول ربع، التلات ارباع الشناوي اللي بيجيب الكره من الجون بيحطها في المنطقه تاني، ما بيعملهاش حارس صغير بيلعب في نادي بورتوس الرياضي، مركز شباب بورتوس بلدي الحبيبه، ما بيعملهاش. طلع الكره بتطلع على جنب، عارف به تعليم. خالد عبد الفتاح انا مش عارف ايه اللي حصل لخالد عبد الفتاح، او مش عارف ايه اللي بيحصل لخالد عبد الفتاح، ولكن خالد عبد الفتاح حالته في منتهى السوء. انا ما بعرفش ادي تقييمات زي اسلام مهدي حبيبي، ولكن حالته في منتهى السوء. احنا كنا حاسبين خالد عبد الفتاح ان هو راجل بالمناسبه يعني، ان هو راجل دفاعي، ان هو باك دفاعي. حاجه هو مش عارف يعمل حاجه، هو بيتفسح بس، هو عنده صحه انه يقوم مرتين ثلاثه، عنده صحه انه يحط كتفه قدام الواد، ولكن واحد على واحد بيتمسح بكرامته العفه. تمركزات في الملعب انا ما شفتش يا خالد، انا مش عارف. وانا تاني كل الكلام النيله اللي هقوله على كل اللعيبه دلوقتي هو بيشمل كل اللعيبه مع بعض، يعني حتى لو قلت كلمه حلوه كلمه وحشه على لاعب معين ما اقصدش. اللاعب ده لو كان في منظومه محترمه، ولو كان في وسط لعيبه بتلعب بخطط وتكتكس، ولو كان في وسط مدير فني بيدي للعيبه مهام حقيقيه، كان هيبقى كويس واقف على رجله. عشان احنا شفنا خالد عبد الفتاح من ساعه ما جه الاهلي قبل ماتش ريال مدريد اللي هو من سنتين، خالد عبد الفتاح كان لعيب كويس، وانا كنت شايف انه لعيب كويس. ومش هقول الكلمه اللي انتوا بتتكلموا عليها اللي هي فين ايام محمد هاني، مش هتطلع من بقي لما لحد ما اموت. نجيب من الاخر، مفيش فين ايام محمد هاني دي. ايام محمد هاني كانت كلها فقر. فمش معنى ان انا عنده طينه بدي عليها الجله، ما هو مش هينفع. احنا محتاجين باك يمين، باك يمين عادي تراب، مش عايزين طينه وجله بقى، ما تقرفوناش. فمش هقول الكلمه دي، ولكن كل لاعب سيء بسوء المنظومه، بسوء اللي حواليه، وبسوء اللي معاه في الملعب. رامي ربيعه احنا مش فارقين معاك يا كابتن رامي، فانت مش فارق معانا. كلمه واحده، احنا مش فارقين معاك، واحنا لما بنقول عليك حلو ما بتتبسط، بنقول عليك وحش بتتضايق، فانت كمان مش فارق معانا. فانت حلو او وحش يا عم لنفسك، يا عم لتاريخك، يا اكبر لاعب معاه بطولات، يا اكبر لاعب معاه عيال، يا اكبر لاعب معاه كور، احسن لاعب في البطوله، يا اكبر واحد عامل رباط صليبي، يا اي رانكينج انت بتحبه لنفسك مش ليا. انت مش عاجبك كلامنا وكلامنا تقيل عليك واحنا مش فارقين معاك، اتكلم معاك بتاع ايه؟ اشرف داري، عودن احمد، ربنا يسهل لك وتقف على رجلك، وننفع نجيب قدامك 8 محترم و6 محترم وباك يمين محترم، والدنيا تبقى مظبوطه كده، وتبقى في وسط المنظومه واقف على رجلك. عشان انت من ساعه ما رجعت ما شفناش منك شر، ما شفناش منك خير، ولكن حجبت عندنا شويه شر، وده حاجه ممتازه جدا. ما شفناش واحد لعيب كاس عالم بس اوكي. انا بقارنك برامي ربيعه، ما بقارنكش بمحمد عبد المنعم، انا بقارنك برامي ربيعه وياسر ابراهيم. فانت على رامي ربيعه وياسر ابراهيم زي الفل، عندك 600 مشكله في الخروج بالكره، ولكن مش هنروح نجيب الونش يعني. يحيى عطيه الله اقسم بالله العظيم ده اللي ينطبق عليه الكلام نصا. يحيى عطيه الله راجل احنا عارفينه وشاربينه ودقنا من ويله من وهو قبل ما يجي 60 مره. لما جه بقى كده ليه؟ عشان هو بقى وحش، عشان كبر، عشان خد فلوس زياده، عشان الجو وحش في مصر، عشان ايه؟ عشان المنظومه منيله بنيله، عشان ما فيش مثلثات وما فيش خطط وما فيش ثلاثات تمانيات وما فيش 4 5، ما فيش الوينج يفتح وما فيش اللعيب، في عشوائيه وفي فرديه وفي قرارات غلط وفي مدير فني نايم وفي مجلس اداره بيلعب وفي هفضل اقول عمر الساعه، كل جمله اقول عمر الساعه، وفي كل الحاجات دي. فانت عايز ايه؟ ما هي لازم تمشي كده يا صاحبي، بتمشي بقى كده يا صاحبي. تخيل فالراجل مش عارف يديني حاجه، بتوحد على ايام علي معلول، بتوحد على ايام علي معلول، اعمل ايه طيب؟ ما انا ما شفتش عنه حاجه، ويقال ان علي معلول كان عيد ميلاده اول امبارح. مليون سلام عليك وكل سنه وانت طيب يا لولو يا سكر يا عسل. انا مش متاكد بس بان المذيع امبارح قال ان عيد ميلاد علي معلول اول امبارح، فان كان كده فهابي بيرث داي تو يو علي معلول، وربنا يرجعك لنا بالسلامه، ويمكن رجوعك اللي يخلينا نبقى نعمل جبهه يلعن ابو اللي جابها على رأي الشابوني.
بنلعب قدامه باحمد نبيل كوكا وعمرو السوليه. لما احمد نبيل كوكا اول ما طلع وكان كويس جدا جدا، وانا اتكلمت عنه كلام كبير جدا لدرجه اني كنت بعتده واحد من احسن الناشئين في مصر. وبعدين حصلت له مشكله صغيره، تقريبا والده توفى الله يرحمه ويحسن اليه، طبعا مش مشكله صغيره، مشكله كبيره جدا، الله يرحمه ويحسن اليه ويسكنه فسيح جناته، ويعني يجعل مثواه الجنه، ويصبر اهله ويصبر احمد ويصبر اخواته ويصبر زوجته ويصبر كل الناس. من ساعتها واحمد مستواه تدنى جدا، وبقى تايه في الملعب بيعمل حاجات مش طبيعيه. وحتى الناس كانت بتقعد تقول لي وانت كنت بتقول عليه حلو ليه، وده زي النيل اهو، ده ما بيعرفش يطلع باصه، ده مش عارف ايه، ولا 6 ولا 8. وانا كانت قناعاتي عنه ان هو لعيب كويس ولاعيب منتخب من زمان وواقف على رجله. بالعكس قناعاتي دي زادت لما كان بيلعب 6، وبعدين قرر كولر يلعبه 8 عشان 6 ياخدها مروان عطيه بشكل دايم، فقرر يلعبه 8. فكان تطوره من 6 ل 8 في الفتره دي كان تطور مقبول جدا، تطور معقول جدا، وتطور ينم على موهبه. ولكن من بعد تدني مستواه اللي حاصل، انا خلاص ابتديت اقتنع ان هو فعلا متاثر. ربنا يا رب لو كان، يا رب يطلع كلامي غلط ويطلع راجل زي الفل، بس هو متاثر باللي حصل، او عنده في حته عدم تركيز. انا بتكلم بجد في الموضوع ده. يس، في حته عدم تركيز. اللي حصل امبارح في الجون بتعرفك لا، اللاعب مش مركز. ممكن يكون مش مركز امبارح، بس هي اتكررت في اكتر من، مش بنفس الطريقه، بس اتكررت في اكتر من مره. اللي حصل في الجون يقول لك اللاعب مش مركز خالص، الكرة قدامه والفرق ما بينه وما بين اللاعب 2 متر، وهو حاطط ايده ورا ظهره. كان حاطط ايده ورا ظهره من ساعه لما الكرة اتعملت عرضيه. طب اتعملت عرضيه والراجل دخل حط رجله وراحت للشناوي وصدها، انت لسه ايدك ورا ظهرك؟ طب ما انت ايدك ورا ظهرك محرره، محكمه حركتك، مش عارف تروح تكمل. في 10 ده اللي راح كمل وما لحقهاش. فالمنظر ده منظر مش طبيعي، منظر يعني يا رب يكون غلطه، ويا رب يكون ما خدش باله، يا رب يكون اللعيبه الجماهير بتشتم، يا رب يكون اي حاجه، بس ده وضع. هو مش مركز، هو مش مركز خالص. وحتى في الماتش هو مش مركز خالص. هو بينزل في ظهره 2 ينده للعيب عشان يبصيله، فاول ما بيبصيله الكوره يا اما بتتقطع عشان في ظهره 2، يا اما بيرجعها له تاني. فهو احنا بندور، احنا بنلعب 31. ربنا يا رب يشفيه ويرب يرجعه لمستواه تاني. ودي اخر مره هتكلم بادب عشان الموضوع فعلا يعني يستحق هذه الدراسه. عمرو السوليه يا كابتن عمرو، والله العظيم 3 على راسنا، واحنا مقدرين ان انت نجم النادي الاهلي وبذلت معانا مجهود كبير جدا وتفوقت على نفسك في الكثير والكثير من الاحيان، وانت فعلا راجل محترم وشرفتنا وهيبقى ليك مركز ان شاء الله باذن الله في ناشئين النادي الاهلي، وتمسك مدير كوره او تمسك حاجه في النادي الاهلي. فانت متمسك بكل هذه الفرص على راسي، بس بلاش اساسي، بلاش اساسي وماتش هناك. حبك لنفسك لازم يتوازن كده مع حبك للنادي. حبك لنفسك هيخليك تاخد البطولات اللي انت بتاخدها عادي وانت قاعد دكه، يخليك تدي الفرقه حاجات اكتر بكتير من انك تديها في الملعب، يخليك تتكلم مع المدرب وتبقى يعني حلقه وصل كده ما بين المدرب واللعيبه، تدي موتيفيشن للعيبه وحماس. لما يخليك تلعب 90 دقيقة أو تلعب 40 دقيقة أو تلعب 10 دقايق أو تلعب 6 دقايق في ماتش إحنا محتاجين نكسب فيه. لا، الموضوع صعب قوي، الموضوع له علاقة بإمكانيات يا كابتن عمرو. أنا مش بقارنك بعبد الله السعيد خالص خالص. عبد الله السعيد ال5 سنين ولا ال4 سنين ولا ال6 سنين اللي قعدهم في بيراميدز هدوه كده، وكان لا جماهير ولا بتاع، فكان رايق، فعرف يقف على رجله. نفس ال4 سنين ولا ال5 سنين دول عمرو السوليه كان بيفحت في الاهلي. عمرو السوليه كان بيفحت لوحده في الاهلي. عمرو السوليه كان شايل نص ملعب النادي الاهلي، في حين عبد الله السعيد كان بيلعب ضد سيراميكا كليوباترا وكان بيلعب ماتشات ملعب بلا ربنا مع بيراميدز. فانا مش بقارن، ولكن فعلا يا كابتن عبد الله مش السن والله، بس الاجهاد اللي حاصل في ال6 سنين اللي فاتوا باين عليك جدا ومؤثر عليك جدا. وادائك في الملعب مش كويس خالص يا كابتن عمرو، ادائك في الملعب مش كويس خالص يا كابتن عمرو. قدامه امام عاشور وحسين الشحات. انا زهقت من الكلام على امام عاشور وحسين الشحات، وبلوم هنا في وضعهم الاثنين عشان اتكلم عليهم الاثنين مره واحده. في وضعهم الاثنين انا بلوم على كولر، انا مش بلوم عليهم. اللي بيديهم حريه للفرديه الشديده علشان هم اللعيبه الفرديين الكويسين، فيديهم حريه للفرديه الشديده عشان يعملوا منظر للفرقه، بدل ما يعني تبقى فاكر كده فرقه كوبري خدوا اداها حسين الشحات واحده بالطاير مرتين كده، اداها امام استلامه ولفه مش عارف عملها امام، سبرنت من بعيد قطع الكره من ورا المدافع قبل ما تطلع اوت ودخل عمل باصه معفنه لوسام و انت تفتكره في الماتش، بس هو مفيش فرص حقيقيه ومفيش لعب جماعي ومفيش مثلثات ومسمنات ومصبعات ومفيش اي حاجه خالص، ومفيش مربع 14 ومفيش اي تاكتكس وفاكتكس، مفيش اي حاجه من الحاجات دي خالص. ف اذا كان على امام عاشور وحسين الشحات انا ما عنديش كلام اقدر اقوله عليهم، انا بلوم في حالتهم المدرب. شكرا. مدرب بقى والفرقه، ومفيش ونجات ومفيش 8 تاني ومفيش محمد بن رمضان ومفيش.
ممكن تعمل لايك، اعمل لايك، اعمل لايك لو الكلام عاجبك يعني، اعمل لايك. شكرا. قبل ما اتكلم على اسامه هتكلم على كريم الدبيس. كريم الدبيس مناسبنا، خاطب واحده من عندنا من البلد، ربنا يرزقه يا رب ويحسن سيره ويحسن رزقه وتبقى الدنيا مانجا تمام. يعني راجل محترم وانا ما عنديش معايا مشكله خالص، ولكن برضه لسه مشكلتي مع كولر. الراجل ده كان معاك في الفرقه بقاله سنتين، وكان باك شمال منتخب مصر الاولمبي، وكنت بتلعب عليه اسماعيل ابني باك شمال، كنت بتلعب عليه كلاب الشارع باك شمال، وجاله عرض من البرتغال ولا من فرقه درجه تانية في اليونان ولا من اي نيله، وقال انا عايز غرفه داعيه وامشي بقى اشوف اكل عيش. قلت لا انا محتاجه، ولما سبته وخليته في الفرقه برضه فضلت تتلعب عليه عمر كمال عبد الواحد، وتلعب عليه خالد عبد الفتاح، وتلعب عليه رامي ربيعه، وتلعب عليه محمد الشناوي، وتلعب عليه حمزه علاء، وتلعب عليه جده، وتلعب عليه الكابتن خالد مرتجي. كلهم كنت بتلعبهم باك شمال وما كنتش بتلعب كريم الدبيس. فتيجي في فتره بعد ما تديله 5 دقائق بديل يحيى عطيه الله كباك شمال، تقرر تلعبه وينج يمين قدام خالد عبد الفتاح، في ظهرهم كوكا او عمرو السوليه في ماتش شباب بلوزداد في الجزائر. اقسم بالله العظيم 3، انت لو ناوي وقاصد وفي دماغك انك تنهيه مش هتعمل كده. اوسخ مكان، انا كنت بسمع الماتش، كنت بسمع اول الساعه 9 الا ربع وانا مروح البيت في الراديو، فالكابتن محمد عمر والكابتن هشام حنفي مع الكابتن عثمان اباظه على اون تايم سبورت لما قروا التشكيل قالوا ان كريم الدبيس بيلعب قدام يحيى عطيه الله وينج ليفت علشان يقفل على جبهه مزيان. اتفوجئنا كلنا ان كريم الدبيس بيلعب وينج رايت قدام خالد عبد الفتاح، وراه يا اما كوكا يا اما عمرو السوليه. انت بتعمل له خيه وحياه ربنا. زي ما نزلت كده عمر الساعي الماتش اللي فات بتاع انبي والفرقه بتلعب 5-5 اصلا، رحت منزله في النص عشان يحل. انا مش متاكد ابدا 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 ان في مدرب عاقل، في مدرب اصلا، ان في بني ادم اصلا ممكن يعمل كده وممكن يوقع اللعيبه اللي معاه لهذه الدرجه وممكن يقرر ينهيهم بكده. ده في بودكاست اصلا، الكلام ده بقى كان زمان، في دلوقتي بودكاست هيطلع مع كابتن محمد عمر الساعي يقول ويطلع مع كابتن عبد القادر مع مهيب يطلع يقول برضه كلمتين. فما بقتش تعدي كده. بنحتاج يبقى في شفافيه اكتر يا كابتن محمود الخطيب وكابتن محمد رمضان، محتاجين شفافيه اكتر. طيب اسامه ابو علي انا طيب هو اسامه ابو علي لو جه بعد 6 شهور وبعد كاس العالم للانديه، لو احنا فضلنا مكملين كده وكملنا كده في الدوري وبعد كده رحنا كاس العالم للانديه خدنا 3 ماتشات ورجعنا، وجه الراجل جاله عرض من نادي سربنتنتح اليوغوسلافي وقرر يمشي، هيمشي ويبقى حقه انه يمشي، ومش هزعل ومش هتضايق، وبرافو عليك يا وسام واشطر شطوره انت، وامشي وسيبنا عشان احنا ما نستحقش. لما الراجل يقضي زهره عمره وزهره حياته في وسط فرقه بالهلل يعني مهلهله كل هذا التهلهل، طب انا اعمل ايه طيب؟ ما انا بحارب لوحدي. ما انا جيت 6 شهور خدت هداف الدوري، وبعدين لعبت معاكم الدوري اللي بعديه، ولعبت معاكم افريقيا اللي بعديه، وطبعا كسبت فلوس وكسبت شهره وكسبت جماهير وكسبت حب الناس، وكل ده بادائي في الملعب وباحترام النفسي وباحترام الفلان اللي انا لابسها، ولكن انتوا مش عارفين تعملوا حاجه. طب انا اعمل ايه؟ ما انا عايز العب كوره، ما انا عايز العب كوره اعملها، مش هشيلك. انا مش هشيلك، انت بتديني 500 600 الف دولار، انا لو رحت لعبت في الخليج هاخد مليون ولا 2 مليون، لو رحت لعبت في حته في اوروبا هاخد نفس الرقم بس عايش في اوروبا، او هاخد رقم ازيد بشويه، او هبقى عندي اكسبوجر اروح في حته ثانيه. تخيل بقى، انا كان خوفي على وسام انه الاكسبكتيشنز عليه او التوقعات عليه كانت عاليه جدا جدا جدا، فكنت خايف التوقعات اللي عليه العاليه جدا جدا دي تخلي مستواه يتهز. انا دلوقتي الموضوع بقى ان انا توقعاتي عاديه، بس الراجل مش قادر يديهوني عشان هو بيحارب لوحده. عشان اقصى طموح فرقه النادي الاهلي انه توصل الكره لوسام ابو علي. ماتش امبارح اقصى طموح الفرقه ان توصل له الكوره، بس نفضل نتشقلب عشان نوصل الكوره لوسام ابو علي، بنوصلها له في وسط 3 متطرف ومعوش حد. عملت اللي عليا، امام عاشور عمل اللي عليه، وحسين الشحات عمل اللي عليه. انا خلصت كلامي على الماتش. اعتقد الفيديو ده هقسمه 2 علشان ده هيبقى طويل قوي، هيطلع عين اللي خلفوني، ولكن في حاجه عايز اقولها واعذروني لو انا اتكلمت فيها قبل كده وهتكلم فيها تاني. ممكن تعمل لايك، اعمل لايك، اعمل لايك لو الكلام عاجبك يعني، اعمل لايك. شكرا. حوار اكرم توفيق، ايه حوار اكرم توفيق ده بقى؟ ايه حوار اكرم توفيق؟ قولوا لي اكرم توفيق عنده ايه امكانيات تخلي كل فرق العالم عايزاه؟ قولوا لي اكرم توفيق عامل ايه الميزه اللي عنده غير انه عقد ينتهي بنهايه الموسم اللي تخلي كل فرق الدنيا تحبه؟ وبيراميدز كلم اخوه، والشمال القطري قال له هنسميك جنوب عشان خاطرك، واحنا محتاجين باك يمين، ده احنا محتاجين لعيب نص ملعب. اكرم توفيق امكانياته ما تخرجوش من الاهلي.
فئه اولى، فئه ثانيه، فئه ثالثه، ده موضوعهم بقى يحلوه سوا. انا ماليش قصه، ماليش في الموضوع ده، ماليش في موضوع الفئات ده، ولكن امكانياته عاديه جدا. ولو راح اي فرقه من دول وربنا ما هيشمها تاني، مش هيروح بيراميدز عشان مش هيخسر السنين اللي لعبها في الاهلي ويبقى رمضان صبحي تاني. فلو راح هيروح الشمال القطري، يتكل على الله. بس انت مقهور عشان هيروح ببلاش وخايف من الجمهور. لو احنا عندنا جمهور اصلا بيفهم، فانت خايف ان الجمهور هيلومك ان انت مشيت الراجل ببلاش. طب طب ما انت مش عاجبك ما مشوش ببلاش. اه طبعا ما مشوش ببلاش. هو في ايه؟ هو انا لو مش عاجبني موبايلي يرميه في الشارع يعني؟ ما بقوش ب 2 جنيه احط عليهم 28 جنيه واروح اجيب موبايل تاني؟ ولا انا شايف موبايلي يسوى 700,000 جنيه وهو اصلا معفن؟ انا اسف يا كابتن اكرم، كامل احترامي لحضرتك ولزوجتك واللي عايزه تماركتك وبتاع، بس هي ما بتفهمش كوره زوجتك، انا متاكد يعني. ده مش عيب والله العظيم، كامل احترامي ليكوا انتوا الاثنين. ولكن عايز تروح شمال قطر، اتكل على الله. الاهلي هيتقهر ان انت مش عارف ان ما خدش منك فلوس. فتعالى نظبطها كده انا وانت والشمال القطري، زي ما انا قلت على موضوع زيزو، نظبطها انا وانت والشمال القطري، تمضي 3 سنين تمشي في الشمال، الاهلي ياخد مليون احسن ما فيش، وحمارتك العرجه تغنيك عن سؤال اللئيم وخلاص. انما اكتر من كده انتوا اوفر قوي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. دي ذنوب، دي ذنوب ندعو الله ان يغفرها. فرجتنا عن الماتش والقهر اللي احنا بنتقهره، دي ذنوب بتخلص من علينا والله العظيم، عشان كده اوفر يعني. ولكن انا خلصت كلامي على الموضوع ده. اوعدك يا عبد المقصود ان انا اتكلم تاني في الموضوع اللي انت عايز نتكلم فيه، عشان هو فعلا موضوع يستحق الدراسه. ولما تلاقي حاجه تانيه ابعتها لي، وانا هعمل دراسه محترمه كده ان شاء الله باذن الله. وممكن نبقى نقعد سوا واحنا بنعمل الفيديو ان شاء الله باذن الله يعني عن قريب. ولكن شكرا جزيلا ليكم اعزائي. حبوا نفسكم وتعاملوا مع نفسكم كويس، وتقبلوا اراء الاخر، وخليكم فاكرين اخواتكم. اقسم بالله العظيم 3 الوضع مزري اكتر بكتير ما احنا متخيلين. الوضع مزري لدرجه ان كل الصحفيين اللي كانوا بيقولوا لنا الوضع ما بقوش موجودين. ان الوضع مزري لدرجه ان الشباب الفلسطينيين ولا اللي معاهم موبايلات مش عارفين يوصلوا لنا اللي بيحصل. الوضع مزري لدرجه ان هم خطفوا اخر دكاتره موجودين في القطاع ومعتقلينهم ومش عايزين يخرجوهم. الوضع مزري لدرجه ان احنا مش عارفين فين الدكاتره دي، ومش عايز اقول اسامي علشان ما فيش حاجه تتقطع. ولكن الوضع مزري جدا جدا جدا. ادعوا لاخواتكم، ادعوا لاخواتكم في الانسانيه. ما تخليش الموضوع يوديك ناحيه مسلمين وغير مسلمين ويهود ومسيحيين اخواتكم بينتهكوا ومستضعفين ومستضعفين ومستضعفين. العالم كله واقف عليهم، ولكن هم مالهمش غير ربنا ودعاكم. شكرا جزيلا اعزائي. لو سمحت كل واحد اتفرج على الفيديو ده لحد هنا ممكن تعمل لايك، اعمل لايك، اعمل لايك لو الكلام عاجبك يعني، اعمل لايك. شكرا.